ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. صباح يوم جديد ان شاء الله، يوم سعيد كده ورايق، وجو الشتاء الجميل ده بجد يشجع على الحياة كده والله بجد. طبعا انا مبسوطة جدا. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، يلا نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت طبعا اول مرة تشوفي القناة، ما تنسيش بقى الاشتراك، وطبعا لو عجبك الفيديو لايك. وشكرا جدا على اللايكات بتاعت الفيديو اللي فات، بجد ربنا يجازيكم كل خير. ان انتوا عملتوا لايكات كتير على الفيديو عشان الفيديو يوصل لناس كتير، وناس كتير تروح تتبرع للمستشفى. بجد كتر الف خيركم. في متابعة بعتت لي بتقول لي طيب والرئيس المفروض ان هو يبقى ليه يعني ايه موقفه من موضوع المستشفى وكده. بصي، انا من الشخصيات اللي انا بحب ابدا من نفسي. يعني انا ببدا من نفسي، ولو انا عندي ناس حواليا بحاول ان انا اقول لهم. لو كل واحد قال اللي جنبه الدنيا هتبقى حلوه والله. بصرف النظر عن موقف او مش موقف او الرئيس، ما هو ممكن الرئيس يعمل حاجه ان شاء الله يعني. بس احنا بنتكلم اللي هو الواحد بيبدا من نفسه الاول، تمام. فلو كل واحد ما فكرش في حد تاني وفكر في نفسه، والله يا جماعه الحياه تبقى كويسه. يعني انا دلوقتي لو انا بزكي وجيت قلت ايه، طب ما هي جارتي ما بتزكيش، لا ماليش دعوه بجارتي، انا خليني في نفسي انا. واحنا بنعمل الخير وبنرميه البحر، كده كده اي حاجه عند ربنا ما بتروحش. يعني انت بتعملي الخير ده ليكي اولا، مش لحد تاني، بتعمليه ليكي. الخير ده بتعمليه ليكي ولربنا بس. وبتستنيش مقابل، يعني كده كده الحاجة دي انت بتساعدي اطفال تعبانين، فدي حاجة ما بينك وما بين ربنا، ما فيش اي حد يتدخل فيها. فده كان ردي، ان انت حاولي ان انت تتبرعي عشان يعني عشان الاطفال دي حرام، حتى لو بحاجة بسيطة. في ناس تانية بيقولوا لي طب نتبرع ازاي من السعودية؟ والله يا جماعة انا مش عارفة. بس ممكن تعملوا سيرش وكده وتشوفوا، هتلاقوا كل حاجة موجودة يعني على جوجل مثلا او كده. بس انا ما عنديش علم بصراحة ازاي نتبرع من السعودية. بس انا اللي انا اعرفه ان احنا بنتبرع على رقم المستشفى، ايا كان احنا فين، ايه تقريبا على رقم المستشفى اللي هو 57 357. بصوا بقى، انا ببدأ يومي بدأته كده كوباية النسكافيه طبعا، وبعد كده بس انا كنت صليت الاول قبل ما اشرب النسكافيه. بحب كده اقوم الاول اتوضى واصلي. وحاولوا يا جماعة لما تيجوا تناموا بالليل اتوضوا قبل ما تناموا. حتى لو عندك عذر وكده اتوضي برضو قبل ما تنامي. كده ربنا بيبعد عنك اي شر او اي حاجة ممكن تأذيكي او كده وانت نايمة. نومك بيبقى هادي ويبقى حلو كده. لو انت مثلا قبل ما تنامي حاولي ان انت برضو تصلي ركعتين. بجد بجد بتبقى حاجة مختلفة، بتلاقي يعني نومك مريح اكتر، الدنيا بتبقى احسن يعني. دخلت كده، بصوا بقى التربو ده كان متبهدل، وبصوا تحتيه عامل ازاي. انا بحاول الايام دي انظف التفاصيل اللي موجوده في الشقه، يعني مثلا انظم درج، اظبط حاجه، اغسل حاجه معينه، اظبط ضرفه، بحيث ان انتي مش يبقى كله تنظيف من على الوش، لا. بصوا يا جماعه، انا مش من الشخصيات اللي بحب انظف من على الوش ابدا خلينا يا ابدا والله. جماعة من انا ايه؟ بضغط نفسي، بحب انضف من ورا كل حاجه. تلاقيني شلت التلاجة ونضفت من تحتها، الغساله شلت اهو التربو وغسلته، وغسلت قبل كده التربو بتاع البصل. ده التنظيف يا جماعه العميق، مش اللي انت بتنضفي كده من فوق الوش وتمسحي وخلاص وتبقى الدنيا من ورا الحاجات كلها متبهدله. كده كده الدنيا بتتبهدل تاني وبتتكركب تاني. بس لما انت بيبقى ايدك دايما في الحاجه، بتبقى دايما الحاجه نظيفه والحاجه بتبقى كانها جديده. زي التربو ده، بصوا انا جايباه بقالي مثلا 3 4 سنين. والله يا جماعه زي الفل، هو ما فيهوش اي حاجه غير تراب، يعني كان مطرب بس. وكان غالي يعني، ما كانش رخيص، ده تقريبا كنت جايباه ب 350 او حاجه يعني. دلوقتي تلاقيه وصل 500 جنيه. انا مش عارفه التربو بقى، حتى التربو بقى غالي قوي قوي يعني، مش عارفه ليه بصراحه. مع انه يعني بلاستيك يعني، بس هو بصراحه نوع البلاستيك بتاعه نظيف. وكمان ليه عجل، فده اللي ده حبيبني فيه كمان اكتر، ان هو بيتجر، فاهمين. بس المهم بقى نضفت كده من تحتيه عشان لما اجي ارجعه، وفضيت كل الحاجات اللي فيه عشان نبتدي كده نغسله كويس. بصوا بقى كان متبهدل ازاي. هو اغلبه تراب وفتافيت كده اكل وحاجات كده يعني من الحوض. فجبت بريل كده وسلكة، وقلت بقى ادعكه كده كويس. طبعا يا جماعة دايما كده الأذكار في بقك، زي ما بنتفق، الأذكار الأذكار الأذكار. دايما نقعد نستغفر ربنا. بجد انتوا لما تيجوا مثلا تعملوا خير، هتتفاجئوا من
من اللي ربنا هيعمله لكم، والله العظيم يا جماعة وحياة ربنا. بجد الواحد بيجي يعمل خير ومبيبقاش في دماغه اي حاجة خالص، ان هو بنية الخير ده تلاقي ربنا كرمك في حياتك، ربنا كرمك بخير كتير جالك، ربنا رزقك من حيث لا تحتسبي. انتوا جربوا كده بجد، انزلوا كده اتبرعوا او اعملوا عمل خير، يعني مثلا تدي لحد محتاج، مثلا تساعدي حد مش عارفة ايه. قد ايه الحاجة دي والله العظيم ما بتروحش ابدا عند ربنا، تلاقي ربنا عوضك بأضعاف الحاجة دي. يعني انت لو نازلة مثلا بتتبرعي بجزء بسيط جدا، تلاقي ربنا قد ايه فرحك وكرمك، تتفاجئي من كرم ربنا عليكي. ده يأكد لنا يا جماعة ان ربنا يعني سبحان الله معانا كلنا، مش معايا انا بس ولا معاكي انتي بس، لا معانا كلنا. فده بالعكس دي بتخلي علاقتك بربنا اعمق بكتير، ان انت قد ايه بيبقى عندك يقين بالله، وعندك يقين ان مهما اي حاجه ضيقه او تعب او زهق او خنقه او اي حاجه، قادر ان ربنا يمحيها على طول يعني. فزي ما انتوا بتحبوا ان ربنا يقف جنبكم، لازم انتوا برضو دايما تعملي لربنا، يعني الصلاة والاذكار وقراءة القرآن وكل الكلام ده تداومي عليها، عشان تبقى حاجة اساسية في يومك انتي وولادك، مش انتي بس. بس المهم بقى مسكت كده التربو، طبعا غسلته كويس جدا لانه كان مطرب قوي، وكمان ده عشان بنحط فيه الخزين والحاجات دي، فلازم يبقى دايما نظيف ومتعقم كده وزي الفل. اسمه ايه ده، طبعا في الصيف التربو ده للاسف ممكن يبوظ لك الحاجه يعني، لانه هو الجو بيبقى حر جدا، وكمان هو مش مفتح، فللاسف الحاجه بتبوظ فيه. لكن هو حلو مثلا للمكرونات، للحاجات اللي هتستعمليها مثلا في مدار الشهر، فاهمين قصدي؟ لكن ما تسيبيش حاجه بقى مده طويله يعني. بس بصراحه السلكه جابت من الاخر، يعني جابت من الاخر. انا بحاول كده والله ان انا اتشجع كده واقوم اصور معاكم، رغم ان انا مضغوطه جدا، مضغوطه والله العظيم مع العيال قوي قوي. طبعا الله يعين الناس اللي عندها طفلين وثلاثة واربعة، الله يعينهم. انا مش عارفة بصراحة انتوا بتعملوا ايه. يعني انا طفلين وحاسة حياتي كلها رايحة لهم. اهتمام بأبيهم، اكلهم، شربهم، نظافة، رضاعة مثلا. تلاقي بقى كمان مثلا بنيجي بالليل، بحب ان انا مثلا كل يومين كده احميهم. الحاجات دي بتاخد وقت، بحس ان يومي مضغوط ومفيش وقت ليا خالص. فالله يعين بجد الستات اللي عندهم 3 اطفال واربعة وخمسة، الله يعينهم بصراحة. بس فالاطفال دول محتاجين مراعاة ومحتاجين اهتمام ومحتاجين كلام. يعني الاطفال دلوقتي كل ما بيكبروا بتلاقيهم عايزين يتكلموا، عايزين يحكوا، دي طاقة لوحدها، يعني دي طاقة انت نفسك هتلاقي نفسك مش قادرة تتكلمي، مش قادرة خلاص. احنا مشكلة ان احنا وصلنا مرحلة ان احنا يا جماعة بقى بالنا مش طويل، ما عندناش حتة البال الطويل دي خالص. يعني ماما دايما تقول لي يا بنتي طولي بالك، طولي بالك. انا مش عارفه اطول بالي، بحس ان انا يعني ما عنديش بال طويل بصراحه بصراحه يعني. بس الحمد لله، يعني بحاول ان انا ايه لما يبقى عندي وقت فاضي ان انا اقعد اتكلم معاه، ان انا اعلمه حاجه مفيده، ان انا مثلا نقعد نذاكر كده يعني. طبعا بعد ما غسلته كويس جدا، بصوا بقى بيبرق ازاي. مسكت بقى كده حتة كده وقلت انشفه كويس عشان يبقى زي الفل، عشان لما اجي احط فيه كده الحاجة يبقى ناشف. هي بس الدرج الاول كان فيه بقعة كده، مش عارفة بصراحة بقعت ايه بصراحة، فما طلعتش. فمسكت كده الفوطة بس ونضفت كده التربو من جوه ونشفته، وهبتدي كده ارص بقى فيه الحاجة بتاعتي اهو. بصوا حطيته بقى نضف وبقى زي الفل، حتى مكانه نضيف والدنيا تمام يعني. حطيت كده المفارش دي عشان بصراحة اتضايقت اوي ان هو بقع كده، فحطيت المفرش ده كده وابتدي بقى ارص الحاجه. بواقي بقى مكرونه وسكر لا مش سكر، رز ومكرونه ولبن بودره وسكر الدايت ده برضو عندي منه، فحطيته في الدرج، وشويه مكرونات ولوبيا وحاجات كده. فرصيت كده رصه كده بسيطه، يعني مفيهاش اي افتكاسه، عشان الحاجات دي دايما ايزي فيها. وهبتدي ارص بقى بقيه الادراج انا مع نفسي. بعد كده دخلت، بصوا الضرفه دي والله العظيم خدت مني تعب ومجهود. بصوا قد ايه الدنيا فيها عامله ازاي، انتوا شايفين اهو، شايفين
الدنيا فيها متبهدله متبهدله. يعني منظر كل ما افتح نجيب حاجه نلاقي الحاجه كلها وقعت على بعضها. البلاستيكات دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل لي ازمه، من كتر ما الحاجات البلاستيك دي تبقى كتير كده. فقلت لا، انا هشيل كل حاجه وارتبها الاول فوق كده على الرخامه، وبعد كده ابتدي ارصها. بس كده شلت كل الحاجه. عامة يا جماعة الظرف وهي مش منظمة بجد متعبة. يعني تلاقي نفسك مش عارفة تطلعي حاجة في طبق معين عايزاه مش عارفة تطلعيه، عايزة طاسة معينة تلاقي كله وقع، حلة معينة تلاقي الحاجات كلها اتكركبت. ففعلا النظام ده من اكتر الحاجات اللي بتريح. يعني النظام ده بيريحك انتي، بيخليكي الحياة عندك اسهل. فما تقوليش لا انا لسه هنظم ولسه هرتب، بالعكس. بالعكس بتلاقي الدنيا منظمة اكتر، الدنيا مرتبة اكتر، مش عارفة ايه، الدنيا بتبقى احسن والله. فحاولي ان انت كل ما يبقى عندك وقت كده تمسكي ضرفة كده افضلي رتبيها نظميها. درج مثلا تمسكيه ترتبيه وتنظميه. حاولي. ما انا بصراحة قررت ان انا مش هشتري حاجات كتير في الشقة، لان بتبقى مجهود عليكي. في ناس عندها ادمان بالشراء انها تشتري حاجات كتير 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 كتير، تيجي في الاخر حاجة من كتر ما هي مفيش مراعاة مفيش اهتمام بالحاجة، الحاجة بتترمي. فبلاش يا جماعه ان احنا نشتري عمال على بطال. خلاص انت عندك مثلا اطباق بلاستيك، عندك حاجات معينه ما تشتريش تاني. خلاص انت طالما عندك استعملي اللي عندك. حاجه مهمه عايزه تجيبيها اشتريها. انا كنت الاول للاسف ما كنتش كده، كنت عمال على بطال حاجه تعجبني اشتريها على طول، بالذات في حاجات البيت. يعني انا عندي ادمان في حاجات البيت. انا اللي عالجت نفسي من الموضوع ده. كل حاجه كنت اشوفها اشتريها زي الهبله. اشوف فازات اشتري، اشوف حاجات في البيت اشتري، كل حاجه اشوفها اشتريها. لقيت نفسي بضيع فلوسي في حاجات ملهاش اي 30 لازمه. وفي الاخر للاسف الحاجات بروح شايلاها في كراتين وارميها تحت السراير. طب وليه؟ طب ما انا اشتري الحاجات المهمه بالنسبه لي، الحاجات اللي انا بس ايه، يعني مثلا حاجه اتكسرت اشتري بدلها، حاجه مثلا باظت اشتري مكانها، مش عمال على بطال اشتري. فده حاولي برضو تخليه في دماغك كده، عشان ما تشتريش حاجات كده عمال على بطال ملهاش اي 30 لازمه. وكمان بالذات الحاجات كل مدى بتطلع اشيك واحلى، فده بيشجعك ان انت تشتري اكتر. واحنا يا جماعه بقينا في زمن صعب قوي قوي، فنحاول ان احنا بجد نمسك ايدينا على قد ما نقدر. بلاش التفاهات، بلاش الحاجات اللي ملهاش اي لازمه. حاولي ان انت تشيلي قرش ليكي وللزمن ولولادك. في حاجات اهم يا جماعه من التفاهات اللي الستات 24 ساعه بيشتروها دي. بصي بص بقى السكاكين دي من احلى الحاجات اللي جبتها. دي سكاكين اللي اسمها ليزر تقريبا يعني. بجد من اكتر السكاكين اللي عجبتني من لما جبتها لما اتجوزت. في نوع تاني سكاكين اللي هو بستاند ده، من اسوأ الحاجات اللي جبتها، وكان سعره غالي ويمكن كان اغلى من ده. ده احلى بكتير بكتير بكتير، واستعملت منه وفي نفس الوقت لسه عندي سكاكين جديدة منه. بس فبقولك حاولي ان انتي مش عمالة على بطال صرف، مش عمالة على بطال شراء، مش عمالة على بطال حاجات تافهة ملهاش اي 30 لازمة. لا، حتى اللعب لابني وكده بحاول ان انا اختار له لعب مفيدة ليه، حاجة تفيده، مش بنصرف فلوسنا كده وخلاص. احنا يا جماعة هنتحاسب على فلوسنا دي والله. بصوا بقى الحمد لله كده. خلصت اهي الضرفه دي. بصوا الدكتور قال لي جيبي لتميم سريلاك. جبت جوزي جاب له هو النوع ده حلو قوي. ارز بدون لبن يعني هو بطعم الرز، او هو بالرز يعني. بحط له عليه ميه دافيه، وبحط له من اللبن اللي هو بتاعه، وبقلبه له كده وبديهوله الصبح. قال لي تفطريه الصبح سريلاك. وبديله ساعات موز مهروس، ساعات بديله لو مثلا واحده يعني ماشيه معايا وكده، ساعات بديله بطاطا، بطاطس، جزر، كوسه. هو الكوسه بس اللي محباش بصراحه. افوكادو، الافوكادو ده مفيد جدا جدا، انا من عشاق الافوكادو عامه يعني. تديله تهرسهوله برضو. مثلا تديله بيض مسلوق مع اللي هو صفار البيض ده، مع الجبنه اللي هي المثلثات دي، برضو بتبقى حلوة قوي. ايه تاني؟ بسكوت باللبن. انا كنت بديله بسكوت باللبن، بس الدكتور قال لي ملوش فايدة.
قلت له ليه يا دكتور ده بيحبه جدا وكده؟ قال لي هو عباره عن سكر ملوش اي 30 لازمه. بدليه يعني الصبح بالسريلاك، لو عايزه تديهوله مثلا اديهوله مره في الاسبوع وكده. بس هو بصراحه بيحبه، فبحاول ان انا ما منعتهوش، انا بديهوله برضو. بس ايه الاساسي فطار السريلاك. الغدا بديله مثلا شوربه خضار، خضار مهروس، مش عارفه ايه حاجات كده. مثلا العشاء بقى بتديله نوع فاكهة مثلا بتهرسيه زي الموز، مثلا ممكن تديله ايه تاني. الدكتور قال لي اعملي له عصاير فريش، مثلا برتقان، مثلا عصير جوافة، المهم ان عصاير انت عاملاها في البيت، مش عصاير جاهزة. ممكن كمان يا جماعة، اه الدكتور بيقول ممكن ياكل افوكادو. اه افوكادو، برافو عليك يا ايدو. الافوكادو ده جميل جدا جدا بجد يعني. ف وكل ما تاكلي ابنك بدري، يعني من 4 شهور، في ناس بيقعدوا ل6 و7 شهور، ده انتوا بتهزروا. لا اكلوا يا جماعه الاطفال بدري، يعني حوالي 4 شهور ده يعني حلو قوي. ابداي اكلي طفلك. حاولي تديله حاجات بسيطه عشان ياخد على الاكل، لان الاطفال اللي ما بتاكلش بدري بتلاقيها مسمومه مسمومه، وتلاقيها معتمده على الرضاعه جدا، وتلاقيها هتقرفك جدا. لكن لما يتعود ان هو ياكل، ما هو مصيره هياكل، يعني هو مصيره هياكل. فتعوديه على الاكل واللبن مع بعض، عشان ايه بعد كده على سنة يكون اكل كل حاجة، يبقى خلاص بقى بياكل كل حاجة والدنيا تمام. اكتر الامهات اللي بتعاني اللي هي اصلا كانت مأخرة في الاكل، دي بتعاني جدا، تلاقيها على طول يقولك ده على طول عايز يرضع، على طول عايز يرضع، مش عايز ياكل. ما بسبب ان انتي ما اخدتيهوش ان هو ياكل اصلا. لكن لو من بدري كده بتاكليه وعرفتيه على الاكل، هو هيحب ان هو ياكل، فاهمين؟ بس كان عندي بس شوية كده مواعين وكوبايات غسلتها كده معاكو، وكان روتين يعني بسيط جدا. انا بس بحب ان انا اشارككم يوم بسيط كده ليا، وبصراحة انتوا بتوحشوني جدا. وفي نفس الوقت انا مش عايزة اثر في القناة، عشان بجد القناة دي بتكبر بيكو، وانتوا من احلى الحاجة اللي في حياتي. يعني انا بحبكم جدا بجد، الناس اللي بتحبني من قلبها، الناس اللي بتكتب لي تعليق بجد بجد حبا ليا، ربنا يخليكم ليا. وسبب استمراري في القناة والله العظيم هو انتوا. مفيش مقابل مادي بيجيلي يعني من القناة عدل بصراحة. فاللي بيصبرني في القناة وحياة ربنا هو المتابعين والتعليقات الحلوة بتاعتكم، بس غير كده ولا الهوا. القنوات اللي فيها ربح والكلام ده القنوات الكبيرة، غير كده لا. فيا رب يكون الروتين بتاعي يكون بسيط كده عليكم ويكون عجبكم. لو عجبكم الروتين ما تنسوش اللايك، واستنوني في فيديو جديد، ويلا مع السلامة. باي باي.